بعد نهاية اللقاء الذي جمع بين فريقي الوداد البيضاوي لكرة القدم أمام نظيره الفتح الرباطي برسم مؤجل الجولة 24 والتي عرفت تفوق الفتح بهدف ل0، وفي طريق عودة جماهير الحمر إلى مدينة البيضاء تعرضت سيارات ودادية للرشق بواسطة الحجارة بمنطقة جمعة سحيم بإقليم آسفي من طرف مجهولين حول مخارج المدينة إلى ساحة معركة بين الطرفين. وفي طريق عودة طاقم شوف تيفي من تغطية المباراة فوجئ بالمنع من الوصول للمنطقة من طرف رجال الدرك الملكي ووداديين، علامات الرعب والخوف مرسومة على ملامحهم جراء الاعتداء الذي تعرضوا له من قبل المجهولين. وبعد ساعة من الزمن تمكنا من إقناع رجال الدرك الملكي، وفور وصولنا للمنطقة كانت هي صدمة: سيارة وحافلة مكسرة عن آخرها وأخرى مقلوبة ومحروقة، اعتداءات على ممتلكات الغير بالجملة وشهادات صادمة لضحايا الاعتداء. ما عرفش الشريف هادشي، حنا راه خدامين على وليداتنا والحالة نتوما كتشوفوا حالة الله، ما خلاو حتى حاجة كاع اي حاجة كانت هنا مشات، كلشي تهرس كلشي دقدق، القرية كنخدم عليها داوها هرسوها، ما زعما حتى حاجة لا اله الا الله وصافي. هادشي لكل المغاربة فهمتيني، كاع مواطنين مغاربة هو كاع تنحبوا الكره، ماشي تنقولوا او ودادي او رجاء، ولكن تكون اخلاق نقيه فهمتيني. راه هادي راه رياضه موال اللي كتعدى بنادم على رزقه وتحرموا من رزق تاع وليداته اخويا. هادشي راه ليله اش نقول، لا حول ولا قوه الا بالله. هادشي اللي نقدر نقول. كانت المدينه هادئه، كنا الناس الناس حالين حوانتهم، الناس في القهاوي جالسين عاديين. تلقينا كلشي كيجري، قلنا شي حفل ملي خرجنا لقينا كلشي، لقينا الطوفان. بهذه الصور والفيديوهات المؤلمة تنتهي مأساة جديدة من مآسي كرة القدم بالمملكة المغربية، خصوصا بعد الحصيلة الثقيلة التي خلفتها شغب أحداث جولة 19 من البطولة الوطنية.